عبد الرحمن قويدر ده اخو عبد الرحيم قويدر بس هو مش معانا. دي بقى رموش الست، وفي مكان مسميها مش عارف محاسن عيون الست. والله محاسن الحلوة. كل العالم عيون. عارفين لما نفسكوا تهفكوا على حاجه حلوه بس انتوا مش عايزين فيها ولا بيستاشيو ولا شوكولاته ولا نوتيلا ولا لوتس ولا اي حاجه من الحاجات الصوصات دي، عايزين حاجه كده اصيله قديمه. المهم ان احنا النهارده هنعمل مقارنه ما بين اشهر 5 اماكن بيعملوا بسبوسه او هريسه في اسكندريه. ومن اشهر الاماكن للهريسه او البسبوسه في اسكندريه الحلبي. وتاني مكان طلعت يا محلى. لا متوقعتهاش. ومعانا كنافه وبسبوسه. والرابع معانا عبد الرحيم قويدر. وكوتشي كوتشي 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 صابر. اخترنا نعمل مقارنه ما بين ال5 اماكن دول. كنا المفروض في الاول عايزين نعمل مقارنه ما بين البسبوسه والهريسه معاها رموش الست، وبعد كده اكتشفنا ان في اماكن ما عندهاش رموش. في تقريبا 3 بس اللي عندهم رموش، فجبنا 3 برموش و3 من غير رموش. واحنا كده فكرة 3 برموش انا شايفه حد عينيه وكمان قررنا ان احنا هنجربهم واحنا ما نعرفش المكان علشان تبقى المقارنه عادله. يلا بينا. واول طبق وصل هو شكله ماشي، مش هنحكم على حاجه. لا مش هنحكم على حاجه دلوقتي. احنا جايبين قهوه، الشربات بتاعها مظبوط، ماسكه في نفسها كده مش مرمله قوي. يعني انا مشكلتي معاها ان هي من النص بيضه قوي فاتحه، من النص بيضه فاتحه. حاسه ان دي السميت اللي جوه مش مستوي قوي. هنديها كام من 10؟ انا تقييمي ليها 5.5. 6 من 10. 5.5. ودي هريسه استنى الحلبي طبعا. انا حاساها الحلبي بنسبه كبيره جدا جدا. الحلبي طعم الشربات بتاعها مميز قوي وطعم السمنه مميز جدا، بس هي التسويه المره دي مش احسن حاجه. لو هو ده الحلبي فعلا عشان هو قريب من الطعم اللي انا فاكره، بس هو لا زمان طبعا كان حاجه تانية يعني. نشوف اللي بعده. ماشي. هو ليه مش فاهم ايه ده؟ ماشي. شكلها حلو. هو ده اللون اللي انا بحبه. ايوه هي طريه بتدوب قوي. هي الفكره ان البسبوسه المفروض في العمل بتاعها يعني ان هي بتتبس بالسمنه لحد الاخر، وده علشان لما تتحط في الفرن السمنه دي تسخن وتسوي السميد كله يعني تبقى من بره اغمق من جوه، بس من جوه برضو ما تبقاش لونها ابيض، تبقى مستويه. لا ريحتها فيها جوز هند. هي التحميصه اللي فيها حلوه. دي بسبوسه مش هريسه. سكرها حلو بس سكرها ازيد من اللي فاتت. الجوز هند طاغي شويه على طعم السمنه، فانا مش قادره احدد قوي بصراحه. مفيهاش طعم سمنه خالص. هي طعمها شبه حد مشهور قوي في اسكندريه، احنا مش جايبينه معانا وانا يعني مش من الاماكن اللي بحبها قوي. لا بس التاني ده بتبقى ريحتها حاجه. بيبقى ريحتها اللي هي الريحه الصناعي بتاعه السمنه البلدي او كده. طعم السمنه اهم حاجه في البسبوسه بالنسبه لي، فهي ما فيهاش خالص، ما فيهاش طعم خالص. فهنريت بقى كده على ده كام؟ انا هديها 6 من 10. وانا 6 من 10. ما عنديش اي فكره ده ممكن يكون ايه، فهضرب اي اسم كده وخلاص. انا ممكن اقول انا هقول خويد. انا هقول كنافه وبسبوسه. اللي بعده ووصل معانا ثالث مكان، وثالث مكان برضو بسبوسه. هو ده شبه اللي فات شويه بس هو افتح من جوه واغمق من بره. شكلها حته البسبوسه اللي بتبقى في طبق الحلويات الشرقيه بالظبط. شكلها حلو مش وحش. طيب بسم الله. فيها ريحه سمنه وفيها ريحه جوز هند. بس فيها ريحه سمنه اكتر. سكرها مظبوط. فروله السميد بتاعها حلوه قوي. طعم السمنه حلو. دي حلوه قوي. دي حلوه. ممكن تكون بس مسكره زياده عن اللي انا بحبه، بس هي البسبوسه المفروض مسكره. طيب تقييم 7.5 من 10. احنا قلنا كام مكان لحد دلوقتي؟ قلنا مكانين. قلنا الحلبي وقلنا كويدر. انا قلت كنافه وبسبوسه. لا ده مستحيل كنافه وبسبوسه. واحنا معانا مين اصلا؟ معانا صابر لسه. اوكي بس معانا صابر وكويدر والحلبي وكنافه وبسبوسه وطلعت. لا مش طلعت. انا شاكه. اعتقد انا هقول ان دي مثلا عبد الرحمن قويدر. عبد الرحمن قويدر ده اخو عبد الرحيم قويدر بس هو مش معانا. عبده قويدر. عبده قويدر. فاعتقد ان دي ممكن تطلع عبد الرحيم قويدر ومش عارفه. انا هقول قويدر برضه. ماشي. اللي بعده يا جماعه في شعرايه لازقه، ومش شعرايتي دي لازقه فيها اكن في الحاجه المتقطعه بيها. ده ايه ده بقى؟ ده ايه القرف ده بجد؟ وازاي ده؟ ايه ده؟
ده اكتر من واحده اصلا. ايه ده؟ ايه ده؟ دي جوه دي جواها. دي بقى رموش الست، وفي مكان مسميها مش عارف محاسن عيون الحلو. الست والله محاسن الحلوه. لا طعمها غير شكلها. هي تقريبا مش مستويه من جوه. هي ملكلكه كده صح؟ يعني هي بتدوب معجنه بس مش مفروله، بتعجن. طعمها مش سمنه حلو. المفروض ان هي بتدوب مش بتتمضغ. دي بتتمضغ. هي شكلها حلو بس طعمها مش احلى حاجه. لو حريت مأستكه كده كمان. انا هديها كرموش 4 من الست 10. هديها 3 من 10. ما تبقاش قاسي قوي يعني. 4 من 10. لكن الاماكن بقى انا مش فاكر جايبين رموش من طلعت. احنا جبنا الرموش من 3 اماكن، طلعت والحلبي وعبد الرحمن كويدر. يبقى ده الحلبي. عبد الرحيم كويدر. ده الحلبي. ده الحلبي اعتقد كده برضو. اللي بعده الهريسه جت. دي هريسه مش مستويه كويس. هي لونها فاتح قوي. طب ندوق شكلها مش عاطفي خالص. هي هريسه مش بسبوسه لان هي اطخن وانشف. فهي بصوا لا بس دي لا ثانيه واحده يا جماعه والله دي مش الشوكه دي البتاع. بس انا عرفتها من ريحتها عامه. عرفت ده مين، ودي اول مره تقريبا لو هو يعني يحصل كده. بصوا هي طعم بالظبط المكان بس بايظه. احنا يعني في اماكن كده احنا زباين في اسكندريه يعني احنا زباين ومتربيين عليها. بابا دايما كان بيجيب لنا منها، بنعدي احنا واحنا مروحين من المدرسه نجيب منهم. الاماكن دي حافظينها. انا بنسبه 90% عارف ده مين. وانا كمان من الطعم. بس لا هي كانت بتبقى احسن من كده بكتير. انا هديها كتقييم بس عشان النوستالجيا هديها 5.5 من 10. انا هديها 6 من 10 عشان هي لسه فيها طعم الميكس بتاع الشربات مع السمنه ده. واحنا برضو بنقيم دي يعني مش بنقيم المكان عامه. احنا بنقيم دي تاخد 6 من 10 وده طلع وهو بصراحه من احسن الاماكن واحنا بنجيب منه دايما. وهي طعمها يعني اكيد دي غلطه وهنجربه تاني عشان خاطر نتاكد برضو. بيبقى لونها احمر عن كده. ايوه بتبقى مستويه عن كده. مش عارفه بقى ايه المشكله بس يعني اللي بعده. ومعانا طبق رموش معرفش ليه بتجيب 3 تقريبا بتعمل حسابها معانا. حرام عليك عشان واحده نكسرها وواحده ناكلها وواحده ناكلها. دي شكلها حلو. هي دي دابت بس كده خلاص. وبيبقى فيها طعم بسكوت كده سنه. هي دي كرموش الست اديها 8 من 10. ده طلعت وان شاء الله تطلع هو اعلى. لا هتطلع هي اللي بعده. دي رقم 4 دي. مش عارفه شكلها رقم 5. مش عارفه انا مش عارفه رقم كام. هو ده مش الحلبي. مش عارفه. احنا شكلنا عكينا الدنيا. ايه ده خالص. اوكي. هي لازقه. ده شكلها يا لازقه. انجز بس قبل ما ماشي. وده طعم انا اول مره ادوقه. حلوه. السميد خشن قوي. بس طعمها شربات ما فيهاش طعم سمنه بس حلوه. انا اللي مضايقني فيها السكر بتاعها. يعني انا باخد معالق منها صغننه قوي. سكرها تقيل لكنها مسقيه شربات تقيل مش شربات خفيف. او الشربات نزل عليها وهي لسه على النار او مثلا دخلت تاني تستوي بالشربات. فالشربات تقل عليها. احنا بندخل في تفاصيل بتاعت فرن. انا بالنسبه لي هديها تقييم 6 من 5 5.5 من 10. وده مين بقى معرفش. مش عارفة. بس احنا ولا قلنا كنافه وبسبوسه ولا قلنا صابر. انا قلت كنافه وبسبوسه. مريم هو احنا فاضل لنا ايه؟ فاضل لنا في تاني بسبوسه. خلصنا كده. لا بجد. اوكي يبقى ده صابر بقى. انا ما عنديش حل غير كده. ده صابر ان شاء الله. صابر. ماشي. مين ده؟ كل العالم عيون. ده تليفونك انتي؟ ايوه. طب الحمد لله. عيون الست. لا رموش. لا اسمها لا ما انا مش عارفه ليه انا سميتها عيون عشان هي صغيره بس. ماشي. طيب ندوق اخر رموش معانا. ايه ده بقى ده؟ دي احلى من اللي فاتت. دي حلوه قوي. مريم هي دي بتاعت طلعت. دي بتاعت طلعت واللي فاتت بتاعت كويدر. صح.
طلعت كملوا طلعت ربنا معاك. صابر ربنا معاك. صابر مش هو صابر. بصوا هي حلوه قوي 9 من 10. برضه هديها 9.5 زي اللي فاتت. عبد الرحيم كويدر. كويت. طيب احنا برضو حبينا نوريكم الباكجينج بتاعتهم ومعلش يا جماعه بس عشان ده باكجينج بتاع صابر، لان صابر بيبيع بالقطعه مش بالوزن، الباقي كله بالوزن. يلا اتفضلي قولي لنا المهم الترتيب. الباكجينج، المهم الطعم. اول واحد كان الحلبي. طيب اول واحد الحلبي اهو. تاني واحد كنافه بسبوسه. يبقى انا قلت صح برضو. تالت واحد كويدر. تالت واحد كويدر. مش الحلبي. صح برضو. صح. طلعت هريسه. بعد كده طلعت هريسه. كويدر عيون الست. يبقى اخر واحد طلعت. ده طلعت وكويدر يعني الرموش تيبيكال. تمام. بعد كده صابر هريسه. اخر واحد صابر صح؟ صابر هريسه. بعد كده طلعت رموش. طيب الملخص كوين اوف بسبوسه. الملخص ان مفيش ولا بسبوسه كانت عجبتنا حلوه النهارده. والرموش طلعت وكويدر الاثنين يعني مش ممكن يعني شبه ايدنتيكال يعني ممكن يكون طلعت انعم. أيوة. بس كويدر مسكر اكتر. لو انا هختار ما بينهم بتاعت طلعت برضو التانية اللي هي الصغيره قوي دي هي اللي تكسب. صابر يعني بس هو اللي انا عارفه ان في 2 صابر، انا ما اعرفش ده انه صابر فيهم وما اعرفش يعني ايه الفرق ما بين الاثنين. هم كلهم تقريبا الربع ب 35 جنيه اكتر او اقل بحاجات بسيطه جدا يعني. اغلى واحد فيهم هو عبد الرحيم كويدر. هو صابر الطبق طلع قد ايه؟ صابر طلع 111 جرام. الكيلو ب 440. هو صابر كده. لا ايه السعر ده؟ لا ايه ده؟ ايوه والله 111 جرام. 111 جرام ب 40 جنيه ده؟ ايوه هي الحته اللي احنا خدناها ومعاها دي. ده كده غالي جدا. ده كده الربع 444. ده كده الربع ب 100 جنيه اكتر من 100 جنيه. كيلو. ليه؟ ايه ده؟ ايه ده بجد؟ فده كده اغلى واحد ويعني ما كانش حلو قوي بصراحه. تاني بقى اغلى واحد كان كويدر. عبد الرحيم كويدر ب 66 جنيه وربع. اللي بعده الحلبي ب 37 ونص الربع. كنافه وبسبوسه ب 65 ونص يعني ب 32 ونص الربع. وطلعت الهريسه بتاعته ب 36 جنيه الربع. الرموش بقى اغلى واحده بتاعه طلعت ب 90 جنيه. الحلبي الربع ب 75 جنيه. عيون الست اللي هي بتاعه عبد الرحيم كويدر ب 75 جنيه الربع. كده نكون عملنا اقوى مقارنه بسبوسه ورموش الست في اسكندريه. قولوا لنا عايزين نعمل مقارنه حلويات ايه مع بعض، سواء بقى من حلويات شرقيه او حلويات غربيه. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب ونشوفكم الفيديو الجاي. طبعا بعد فيديو حلويات زي ده لازم خيار مخلل.